مركز تحديث صناعة بيقدم خدمات بتعني بإعلاء القدرة التنافسية وتطور المجتمع الصناعي. كل المشروعات الصناعية احنا بنخدمها كان عن طريق توجيه خدمات للإدارة الجيدة، للإدارة الشاملة، للجودة، للتدريب، للخدمات المالية، بالإضافة لوجود بعض الخدمات المتخصصة اللي بيقدمها المركز، بتتمثل في وجود خبراء من داخل مركز تحديث الصناعة علشان يقدروا يضيفوا قيمة للبروسيس بتاع كل المصانع. الدعم المقدم من مركز تحديث الصناعة بيتمثل في توجيه الخدمات الدعم الفني للمؤسسات الصناعية اللي موجودة على مستوى الجمهورية عن طريق 19 مركز اللي بيداروا تحت إدارة المركز الرئيسي اللي موجود في القاهرة. والدعم ده بيتمثل في توجيه خبراء لتحسين الأداء في مجال من المجالات اللي قلناهم قبل كده. والمركز بيتحمل من 80 ل 90% من تكلفة الخدمة دي، كل على حسب المناطق اللي موجود فيها المصانع. البرامج التدريبية هي مرتبطة ارتباط أساسي بالتقييم الأولي اللي بيتعمل للمؤسسة الصناعية، وعلى أساسه احنا بنعني في الأساس بقدرة العاملين داخل المؤسسة الصناعية على الأداء بشكل عالي. فإحنا بنحط برنامج للتدريب. البرنامج ده بيطبق على حسب الخدمة المقدمة ليهم، كانت في مجال الإدارة أو الموارد البشرية أو الجودة أو الإنتاج نفسه أو التكاليف، الخدمات المالية أو خدمات متعلقة بأداء المؤسسة ككل. لكن في الأساس هي الفوكيشنال تريننج أو التدريب المهني للعاملين هو التدريب الأساسي اللي بيعني بيه مركز تحديث الصناعة. في علاقة وثيقة ما بين خفض التكلفة وزيادة المبيعات، لأن احنا النهاردة في مجال التنافس اللي موجود داخليا أو خارجيا، قيمة المنتج اللي بيباع أيا كان المنتج هو تنافسه من خلال الجودة بقى عالي جدا، وفي الآخر الكلمة الأخيرة بتبقى للتكلفة بتاعت المنتج أو سعره اللي مطروح. لما بنحسن من الأداء المالي أو نخفض التكاليف الإنتاج جوه المصانع، فأكيد المنتج بيطلع بسعر منافس يقدر يخلي فيه تنافس على المستوى المحلي أو على مستوى الفرص التصديرية اللي موجودة، اللي بيعني بيها برضو المركز بشكل جامد جدا. حاجات مهندسة ياسمين الورداني، حضرتك صاحبة مكتب بقالك فترة، عندك ذوقك الخاص وتوقيعك الخاص وبراندك الخاص. طيب اما النهارده تحديث الصناعة بتلجأ لك علشان تجمل بيكي البحث عن الطاقات الجديدة، ويبقى في كمان بروفيشنالز، في ناس محترفة وناس ليها توقيع ممكن يبقى براند عالمي قدام، يعني إذا ما كانش لسه بقى براند كويس. فحضرتك داخلة كمهندسة ديكور ولا مع الحرفيين بشكل يعني منضمة للحرفيين؟ أنا أصلا مع الحرفيين عشان بهتم بالتفاصيل والحاجات الحرفية اللي فيها يعني هاند كرافت، يعني بالهاند كرافت سيكتور اكتر من اللي هو مع اكتر من الاساس نفسه. فالحلو ان احنا بنتعرف على بعض، يعني تعرفت على ناس كتيره يعني بيعملوا حاجات مختلفه. ناس بيشتغلوا في الزجاج مثلا، ناس في المعادن، فلما نتقابل مع بعض ممكن نطلع حاجات جديده، يعني ادخلها مثلا في الفurniture عندي في الاساس. فزي مثلا السيت اللي هنا ده دخلت برضه ماتل، يعني حاجه ستينلس في النص اللي فيها في السيت بتاع السايد تيبلز، انا جبتهم معايا دول حلوين قوي الاثنين دول. فبحب ادخل مع يعني خامات مختلفه. طب قولي لي الفكره دي مثلا ما هياش كومن، يعني ما تلاقيش حاجات في ناس بتعمل ترابيزات بتخش بعضها وارتفاعات مختلفه، بس الديزاين ده مثلا دماغك كانت بتفكر في ايه؟ هو حاجتي عامة يعني مودرن بس فيها دايما حتة عربي، يعني بستخدم موتيفات كتيرة عشان عملت دراسة في الإسلاميك آرت اند اركيتكتشر ماجستير فيها يعني. فبحب أدخل موتيفات يعني عربية عشان أدي المنتج طابع كده، يبقى حاجة ليها ايدنتيتي. طيب ارتفاعات مثلا ترابيزتين مقصود بيهم ان هم يخدموا ايه؟
ان هما يعني يخشوا جوه بعض، ما ياخدوش مكان كتير طبعا. هل مثلا انه لو انت قاعده على الارض بتعملي فنجان قهوه تاخدي تسحبي الواطيه؟ طبعا اكيد. يعني ده نوع طبعاً. التفكير ده اكيد. طيب معلش، الترابيزتين المدورين دول اللي ليهم طبعا استخدام ما يطرقش على بالنا احنا قوي، بالذات الشياله اللي انت عاملاها في النص، احكيها لي. ما دي برضه حركه كده عشان تبقى سهله للشيل. شيلها تبقى سهله، يعني ممكن كده اشدها على طول جنبي يعني. بس ده دليل انها خفيفه جدا. هي خفيفه. لانه الشياله ممنوعه خالص يعني. ما هي جلد، فهي وحاولنا كمان ندخل فيها كده حته الازاز عشان تبقى حركه كده دلع يعني شويه. بس والكف برضه يعني ممكن واحد يشدها كده بسهوله يعني. فهي لذيذه يعني، واحد ياخدها جنبه يحط فنجان قهوه عليها مثلا، او هنا ممكن كتاب برضه يقف يعني. بحب الحاجه يبقى ليها استخدام، ليها استخدام وفي نفس الوقت يبقى فيها شكل يعني. طيب بتكوني موجوده في كرييتيف ايجيبت والناس بتشتري؟ لا. بتشوفي؟ لا مش كتير، لا مش صراحه كتير. لا. انا بيبلغك مثلا نوع الزبون اللي بيحب حاجتك المتفرده دي؟ اكيد طبعا. نوعه ايه؟ لا بيبقى بيحكوا لي يعني ان هو كلاينتس ظريفه يعني، ان هم لا يعني مبسوطين مثلا اصل الكف ده بالديزاين بتاعه ده عايز حد قاعد بشكل معين وبيقرا حاجه معينه او بيشرب مج مش عارف ايه معين. ما هواش ست بيت قاعده عايزه حاجه، او ما هواش راجل كبير مثلا وبيقعد قاعده واطيه فمش عاوز يعمل ايه، فعايز يمد ايده كده مثلا يعني. بتخيل نوع الزبون اللي بتعجبه الحته. طيب الكريشن عندك رايح فين تاني غير في الحتت الصغيره؟ بتعملي اساس وبتعملي افكار كتير. احنا بنعمل بيوت يعني من اول لاخر يعني. كتصميم بنعمل بيوت من اول المحاره لغايه اخر حاجه يعني، بالاضاءه بالحاجات بالسجاجيد كل حاجه يعني. والله العظيم. ده في المكتب بتاع حضرتك؟ ده في المكتب، والمكتب في نفس الوقت فيه شو روم صغير يعني عندنا. فالحاجات بنحاول دايما تبقى هي فيري براكتيكال يعني، تبقى ليها عمليه جدا وليها استخدام كويس. فهتلاقي حتى في الاماكن الصغيره بنحاول نستغلها كويس يعني. عندي مثلا وحده كيتشنات كده، تفتحيها تلاقي جواها فيشه تحطي فيها كاتل على طول وكوبايات. مطبخ صغنون بتاع زي اللي بيبقى في السويتات بتاعت الاوتيلات اللي هو كده حاجه زي كده، في عين تطبخي وفي حوض قد كده مش كده. بس في نفس الوقت انا بموت في الحاجات دي. بنحاول برضه نخليها شكلها حلو يعني. ليها مثلا مقبض قديم، مع انها يعني مودرن جدا، بس ليها مقبض في حفر في شغل يدوي يعني. هو ده اللي انا عايزه اوصل له بقى. طبعا فكره انه يبقى في كيتشنات او مطبخ صغير متنقل، او يعني تقدري تحشريه في اي حته، دور فوقاني في فيلا مش عارفه ايه، وارده. اللي مش وارد هو التصميم اللي جوه والتاتش العربي والامضه بتاعتك. يعني انا معنيه بانه زي ما احنا بنشوف كده كريستيان ديور مش عارفه ايه، في امضه، في براند، في سينيه يعني توقيع. فاحلم انه ممكن زبون يقوم داخل كرييتيف ايجيبت كده في عمر افندي، فيلاقي مثلا المهندسه ياسمين ويلاقي البنات ويلاقي البرودكت كله، فممكن اقول لك افرشي لي البيت كله من كرييتيف ايجيبت وعايزه عليه ختم مصر كله. يتحقق الحلم ده؟ يا ريت طبعا. انت شفتي البيوت اللي اوضه
شفتيها دي؟ شفتهم فظيعة وحاجات دي. بتفتح وبتقفل تشد كده ينزل multi السرير، function خلاص بقى. قامت من النوم مظبوط. السرير يرجع مكانه، الدولاب مش عارف ايه، ترابيزه الاكل تتفرد الافكار دي اعتقد اننا ابتدينا نحتاجها ونآمن بيها. والناس بتحبها كمان، يعني مش بس عشان حتى الناس اللي عندهم مكان بيحبوا دايما اللي هو يبقى فيها حاجه كده تفتحيها تلاقي حاجه جوه، حاجه مش متوقعاها وكده، فهي حتى فيها دلع، يعني ناس بتحب. طيب احكي لي عن العماله اللي معاكي. انا اكتر شغلي بشتغل مع ورش، يعني برتاح معاهم اكتر من المصانع عشان حاجتي احنا بنعمل انتاج مش كبير قوي، ودايما فيها حاجه حرفيه، يعني عامه بيبقى فيها مثلا جزء صغير فيها حفر موتيفا عربي او حاجه زي كده، فشغلي كله بيتعمل في ورش مختلفه. والفنانين اللي في الورش بيكتروا ولا بيشحوا بيقلوا طبعا، فعايزين نحافظ عليهم يعني. وكل ورشه فعلا مش بشتغل مع ورشه واحده، كل واحده ليها ميزه في حاجه معينه، يعني في ورشه مثلا تطلع لي شغل حلو قوي في مثلا دهانات، او لو فيها اي فينش ميد انتك، الحاجات اللي موجوده دلوقتي اللي هي مثلا حاجات بيضه واخده بالفرشه الوان كده، مختلفة عن ورشة تانية اللي هم شاطرين قوي في الحفر مثلا وكده. يعني حاسة ان من خلال تحديث يعني اللي هو تحديث الصناعة قادرين يجذبوا الشباب تاني او الناس تاني الحرفيين لانهم يرجعوا للمهن اللي كانت هتنقرض دي، ولا في صعوبة ولا ايه؟ هم بيحاولوا اكيد، يعني هم فعلا بيحاولوا، بس الموضوع طبعا مش بالسهولة دي، هو صعب يعني، وهياخد وقت يعني، ده اكيد. نورتيني نور طيب. الدنيا. الله يخليكي. شكرا. ميرسي. قبل الكون ما يكون موجود كانت الدنيا فراغ صعب تستحمله العين. عشان كده أعتقد خلق ربنا مهندس الديكور يملى الفراغات ويلون الكون ويخلي المساحات أجمل والتفاصيل أحلى. كل سنة بتعدي شمعة بتطفي، وكل ولي بنقد له شمعة، ولكل قديس شمعة، وفي كل خطوة شمعة بتتحرق عشان تنور لنا، شمعة بتتعمل بحب وفن، مش بس علشان شكلها يبقى حلو، لأ، عشان وهي بتتحرق تفكرنا باللي راح مننا وتخلينا نفكر في اللي جاي. مش معقولة الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده، جميل جمال ملوش مثال. احنا قدام شغل خشب ازاز وشمع مطعم بحاجات كمان كتير قوي. فمعانا اسلام حامد وايهاب حسن. هنبتدي بالشمع قبل ما يسيح ان شاء الله. اهلا بيك. انا عارفه ان انت المصنع اللي انتوا عاملينه ده من تصميم وابداع السيده الوالده السيده منال القرشي، وان هي حطت في دماغها يعني تارجت معين وهي بتعمل الشغل الشمع ده. مش عارفه اسالك، يعني عارف هي ابتدت الهوايه دي ازاي ولا ايه؟ بص حضرتك، هي المجال الشمع عامة ابتدى معانا في ان هو في مصر جديد،
فللاسف احنا كمصريين ما عندناش الثقافه بتاعه الشموع، عكس بره الشموع دي حاجه مهمه قوي، حاجه قاسم مهمه جدا مشترك. بالظبط، زيها زي الاكل والشرب حتى كمان. فاحنا من النقطه دي ابتدينا ان احنا نتحرك، ان احنا لا احنا عايزين نخلي يعني كبلد، البلد اللي احنا فيها تبقى فيها الثقافة دي. بس فمن هذا الأساس ابتدينا في مجال الشموع، ابتدينا ان احنا نطورها، ابتدينا ان احنا ندخل فيها حاجات نحاس، شغل يدوي، ابتدينا ندخل فيها خشب. انا ده اللي عاجبني قوي. انت بس يعني مخليني افتكر حاجه غاليه وعزيزه عليا قوي، ان احنا عشنا بره في المانيا شويه انا واسرتي يعني. فامي فجاه كده جات لها معرفش، او شافتها في حته او حاجه، اي ازازه توصل للجمدانه الكبيره دي، وتقعد طول ما هي فاضيه بتطبخ، بتعمل مش عارفه ايه، مولعه الشمع العادي ده، وبتنقطه دموع دموع دموع. تخلص شمعة حمراء، شمعة خضراء، شمعة، تنزل بقى تشتري وتقعد الازازه معاها مثلا 6 اشهر بتاع. تبص تلاقي في الاخر هي جبل من الدموع الملونه كده، خدت شيب تاني كمان للازازه. واخر حاجه كانت بتعملها كانت جمدانه كبيره قاعد تشتغل فيها، حاجه اون ذا سايد كده. كان حب الشموع وحب انه على السفره يبقى فيه شمع والع وبتاع. الاحساس ده جاي لي دلوقتي، بس انت كمان مجملينه بذكريات معينه. يعني دي ام كلثوم صح؟ دي ام انا شايفه كلثوم صح؟ مظبوط. وهنا ايه، شاديه؟ دي لا دي ليلى مش شادية، مراد. ليلى مراد، لا وستيفان روستي. طيب ده ما يخصنا، دي الحاجة حاجتنا. لكن هنا انت بتخاطب الغرب بقى. دي بالظبط. مع العلم انا عايز اقول لحضرتك يعني في دي درويش، دي رقص التنوره. دي حاجه من الحاجات الى حد ما هقدر اقول لحضرتك ان هي ممكن تكون صوفي شويه. بس الفن ده واصل، يعني احنا بنستعرض بالفن ده على الاجانب، يعني دي تصدير اجنبي. بالعكس على فكره في ديزاينات كتير جدا، مش بس ديزاينات صوفي او اي حاجه، لا بالعكس ده في حاجات اسلامي، في حاجات مودرن، في حاجات اورينتال. انا عاجبني الارابيسكات دي. انا عاجب دي عملتوها ازاي؟ ده دي خشب على فكره ده خشب زين كمان. دي معموله يد، والعاشق والمعشوق دي بتتركب بالواحده. دي حاجه من الحاجات المميزه جدا. احنا كشركه بشكل عام في حرفيين شغالين معانا مخصوص، هم اللي بيعملوا لنا الشغل ده. لان احنا عندنا وجهة نظر ان للاسف في مصر ابتدت الحرفة تقل قوي الفترة اللي فاتت دي. فاحنا مش عايزين الحرف الجميلة دي يعني تندثر طبعا. بالظبط طبعا، لان في حاجات تحفة. لا وفي حاجة يعني انا عشان اتكلمت شوية مع السيدة والدتك، يعني الباشن اللي عندها، الغرام اللي عندها بالصنعة وبالمهنة، وعندها باشن تاني كمان، عندها عشق للجمالية. انا مش عايزه الجماليه، حي الجماليه البيبان والشبابيك والحاجات دي بتبقى والورش اللي فيه والصنايعيه يعني عندها غرام خاص بيها. صح. والفنون دي ما ينفعش الا بالغرام، لازم تكون مغرم، مش كده ولا ايه يا استاذ؟ طبعا. طب دي مثلا احنا دلوقتي بنتكلم في شمع عشان الناس بتبقى فاهمه. اللي والع هي الكوبايه اللي جوه الكوبايه الداخليه. الهيت والسخونه اللي طالعه من الكوبايه ما تاثرش على بودي الشمع؟ لا انا هقول لحضرتك ليه. نفترض ان الكوبايه اللي جوه بتحرق 2 انش او 3 انش حواليها. شمعه زي دي الكبيره، المقاس الكبير دي معموله 8 انش. فطالما هي محطوطه في النص، النار بقت بعيد كفايه عن جسم الشمعه ان هي تاثر فيها. وكذلك بقيه الشمع ده كله. طيب طبخه الشمع يخليها تعيش قد ايه؟ تقاوم بقى الجو والتراب بجد؟ هقول لحضرتك. معظم الناس عندها خلفيه عن الشمع عامه، ان احنا بناخد القوالب، ناخد الخامات، بنسيحها، نحطها في قوالب، تطلع الشمع. احنا لو عملنا كده حضرتك هتبصي هتلاقي الشمع عباره عن نقط سودا بقليل. الشمعه يا دوبك اول ما بتتعمل بتلم تراب مع الوقت. هتلاقي منظر غريب جدا، فيها خطوط، بتبقى مش كلير تماما. لكن احنا بنعمل حاجه، احنا بناخد الخامات وبنسيحها وبندخل فيها اضافات كتير جدا. قبل كده بندخلها في مراحل تكرير كتير جدا عشان تطلع بالكواليتي اللي حضرتك شايفاها دي. شمعه زي دي كبيره دي بتتولع بتي لايت كاندل. شمعه دي 60 سم، وزنها 20 كيلو. في حاجه زي دي احنا
عملنا الشمع ان هو يبقى قطع ديكور، ما بقتش شمعة تتولع وتترمي مع الوقت. غير ان احنا كمان عاملين للكاستمرز بتوعنا عامة بشكل عام، لو لا قدر الله شمعة وقعت، اتخبطت، حصل لها اي حاجة، نعمل له جرانتي ان هو يجي يديلنا الشمعة وبنديله واحدة جديدة ما بيدفعش ولا جنيه. مين اللي مقبل على شراء الشمع دلوقتي؟ ايه؟ هقول لحضرتك على حاجة. في مصر دلوقتي بقت بي A وبي كلاس. هما اللي دلوقتي بقوا يعتنوا ان هم يبقى عندهم شمع. بالظبط، بقى يحب، لان احنا كمان الشمع اتدخل في افراح، وابتدينا ندخل الموزايك فيه، ودخلنا حاجات كتير جدا. الارابيسك هنا بص معمول حلو ازاي. ده ايه ده؟ مش ده حاجه خشب ده ارابيسك برضه. وده داخل فيه صدف، يعني ده صدف ابيض، ده الصدف. فدي حاجه من الحاجات المميزه جدا. استفدت ايه من تحديث الصناعه؟ استفدنا ان احنا الفيدباك من الكاستمرز بتيجي الشمعة بتاعكم حلوة جدا، انا اشتريت شمعة من عمر افندي وجربتها وعجبتني جدا، وكنت حابة ان انا بدور على السورس بتاع الشركة اللي بتعمل الكاندلز دي، لان انا بتبقى الكاستمرز حابب دايما ان هو يشوف الجديد ويعرف ايه الايتمز الجديدة اللي نازلة. الشكل بديع الحقيقة، جميل جدا. ضعيف لدرجة الكسر بس قوي لدرجة الصمود. الإزاز تحسه ما بين الاتنين، في خامته ضعف بس في جماله قوة. والإيد اللي بتتعامل معاه لازم تتعامل معاه بحب، حب يحتوي ضعفه ويمنعه من الكسر، حب يقويه ويخليه غير قابل للخدش. نيجي الأستاذ إيهاب. الصنعة دي احنا قدام فيها ان شاء الله، لكن التطوير يعني انا شفت كتير. تمام. الديزاينز دي جديده عليا كلها بصراحه. فقول لي انت ايه بقى، ابتديت ازاي وايه؟ وحضرتك البدايه كانت اللي هو الشغل اللي هو كان متدارك اللي هو البرفيوم الصغير وكده. وبدانا ايه نطوره بقى، الشغل الفازات والاباجورات والاويل لامب وبونبونيره مثلا. في اللمبادير ده حضرتك طبعا ده كله شغل يدوي، نفخ يدوي كله، يعني عباره عن مواسير حضرتك. مين اللي بينفخ؟ ايه العامل، يعني العامل المصري. لازم لازم كلها حضرتك، لازم نفخ كله يدوي بشري. ويكبر الكوره لحد كده حضرتك، كلها يدوي حضرتك. وعلى اساس ده حضرتك، انا مغرمه بالشكل ده جدا جدا، مغري جدا. الازاز وهو بيسيح وبيتنفخ. ما ده حضرتك ازاز بايركس حضرتك، بيتحمل درجه حراره حوالي 570 درجه. ماشي حضرتك، بيتحط في الفرن، يعني على اساس الالوان دي اصلا بتبقى ثابته يعني على حوالي 570 درجه. وبالنسبه حضرتك ده ازاز بايركس حضرتك. ده ازاز مضلع اصلا داخلي وكده. في ازاز ساده، الجزء اللي فوق ده حضرتك ده ازاز ساده. يعني انت ما تقول لي ازاز بايركس بس بيتنفخ برضه؟ حضرتك ايه اللي مخليه يعني ايه عباره حضرتك عن مواسير حضرتك. وبيبدا هو العامل يعني الفني بيسيحها، وبيبدا احنا بنديله تصميم بشكل معين وكده، ويبدا ينفخ الشكل اللي احنا بنديهوله حضرتك. طب مثلا انت في حته فيها الثلاث قوارير السوداء دي مثلا. دي برضه حضرتك هم متفرقين بس هم يعني ثلاثه توينز يعني. ده حضرتك برضه كله شغل يده حضرتك. بيبدا هو نسميها حاجه اسمها كنيش يعني حضرتك. بيبدا يسحب الماسوره رفيعه خالص كده، ويبدا ينقر بيها مع مع النار وكده. طيب والحاجه اللي ليها هات سودا دي دي حضرتك اباجوره حضرتك. دي برضه كله دي اباجوره، والكاسه الكبيره اباجوره. دي اباجوره حضرتك. ودي حضرتك ديكور يعني وكده. طيب ودي ايه؟ لمبه جاز حضرتك برضه. الله، تحط فيها لمبه عادي وكل حاجه وتشغل حضرتك برضه. الله. والحفر اللي فيها ده حفر يدوي برضه على حجر جلخ وكده حضرتك. دي بكام اللمبه دي بحوالي 475 بالحته النحاس اللي ورا دي وكل حاجه. طب والعمود ده بحوالي 2750. ليه بقى؟ ايه؟ تقله تقله مش كده؟ فيها كذا قطع حضرتك وكده.
وطيب الكاسه الكبيره الاباجوره دي حضرتك دي حضرتك 375. طيب احنا بنتكلم في اسعار معقوله يعني، مش لطيفه جدا. طيب التصدير بيروح فين؟ بتعمل ايه بقى في التصدير؟ هو حضرتك معظم شغل حضرتك تصدير بره اوروبا وامريكا وكده. كويس. وفي شغل الحمد لله داخل مصر يعني. مكاتب الديكور الحمد لله يعني شغالين كويس معاهم كتير جدا يعني. على اساس احنا برضه حضرتك بنعمل برضه نجف برضه حضرتك. طبعا. طب لما بتطلع بره في معارض ايه اكتر حاجه الاجانب بياخدوها؟ ايه حضرتك اللي هي الحاجات اللي هي الديكور اكتر من الاباجورات وكده يعني. الاورينتال اللمبه مثلا لمبه الجاز مثلا تتاخد اي حاجه ليها صفه شرقيه مش كده؟ طبعا بيحبوا الشغل يدوي، وطبعا الشغل الاستنباط ما بيحبوش خالص طبعا. انهي فيهم اللي يدوي وانهي استنباط؟ كله حضرتك يدوي. كله يدوي مش كده؟ انا سعيده جدا. ودي حضرتك عباره عن حضرتك بنعمل لها حروف حضرتك وبنصنفرها برضو، ممكن نصنفرها شغل يدوي برضو بتدينا ايه دي بقى نعتبرها دي ايه؟ اباجوره كده يعني تتحط سايد لامب كده حاجه. تمام. ممكن تتحط في ايه يعني؟ تبقى في ركنك كده يعني. برضو فكره بنت لذينه جميله. أنا والله العظيم سعيدة بيكم جدا، وشايفة إنه الصناعات بتاعتنا، أنا على فكرة ولا بعمل لكم دعاية ولا أي حاجة، لأنه أنتوا مش محتاجين، يعني أنتوا أو مش بنفخ فيكم يعني الحاجة حلوة قوي، الحاجة حلوة قوي وتستاهلوا كل المديح اللي أنتوا بتسمعوه هنا أو بتسمعوه بره. حكاية بس إن أنا بحاول إن كلنا نبقى عارفين إحنا عندنا إيه ثروات، يعني إحنا كلنا المصريين نكون عارفين إن معانا ناس بتعمل شغل أحلى من بتاع بره 100,000 مرة. الابداع اللي احنا بقالنا شويه فيه ده كله صنع في مصر، صناعه مصريه اصيله يدويه يعني عزيزه وغاليه. نورتوني. تحياتي للوالده، هي مسافره بس يعني انبسطت ان انا سمعت منها قصه حبها وعشقها طبعا ليك ابنها وللصناعه بتاعتها. استاذ ايهاب تسلم ايديك، نورتوني ويا رب دايما لقدام ان شاء الله باذن الله باذن الله. شرفنا حضرتك. ربنا الله يخليك.